السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا بنتابع مشكلات الماكروز. المشكلة بتاعت النهاردة ممكن ناس كتير ما تلاحظهاش، وهي إن لما ببعت ملف يحتوي على أكواد ماكروز عن طريق الإيميل مش بتشتغل، وخاصة عن طريق الأوتلوك، لأن مايكروسوفت بيعمل حماية بشكل كبير على المنتجات مايكروسوفت أوفيس. فالنهاردة المشكلة بتاعتنا إن أنا لما ببعت ملف على الأوتلوك يحتوي على أكواد ماكرو أنا عايزه يشتغل. أعملها إزاي؟ من قائمة فايل أوبشن، ومن قائمة تراست سنتر سيتنج عشان يفتح لي كل البروبرتيز بتاعة تراست سنتر أو بتاعة مشاكل التوثيق للملفات الماكروز. هلاقي عندي حاجة اسمها Protect View. من Protect View هلاقي حاجة اسمها Enable Protect View for Outlook Attachment. هلاقي هنا أنا لما هفتح الملف أنا عشان بشتغل إن أنا لاغي حماية ملفات الأوتلوك أو الملفات اللي بعتها عن طريق الأوتلوك، فأنت مش هتلاقي التشيك بوكس ده موجود. لكن لما هتفتح على طول لأول مرة هتلاقي ان Enable Protect View for Outlook Attachments التشيك بوكس بتاعها متحدد، هتشيله. فانا كده لغيت الحماية للملفات المرفقة عن طريق الأوتلوك، واقول له اوكي. وبكده اقدر ابعت اي ملف يحتوي على اكواد ماكرو عن طريق الأوتلوك ويشتغل عادي بدون اي مشاكل. وده كده الفيديو بتاع النهاردة، واتمنى ان شاء الله يكون مختصر مفيد لحضراتكم، وبالتوفيق ان شاء الله. متنساش السبسكرايب واللايك عشان تشجعنا ان احنا نقدم فيديوهات اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.